مرحبتين بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عليه حشوات كيك الشوكولاتة واللوز الأحمر، يعني كيك الفيريرو. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات حنحط لكم طرق الحشوات متاع كيك الفيريرو، فجهزوا ورقة وبيرو وخليكم معاي خطوة بخطوة. الفيديو حتشوفوا فيه 3 طرق للحشوات. الطبقة الأولى كانت كرانشي تاع الفيريرو، الطبقة الثانية كريمة الشوكولاتة، والطبقة الثالثة كريم الباتيسير باللوز الأحمر. أول شي حنبدأ به طبقة الكرانشي. طبعا هي الكرانشي يعني الطبقة المقرمشة في الكيك اللي بنكهة الفريرو، كأنك بتجهزي شوكولاتة الفريرو لكن على شكل طبقة في الكيك. طبعا بتجي تشوفي شوكولاتة الفريرو حتلقي فيها شوكولاتة ولوز وبسكوت، فثلاث حاجات هم اللي حيكونوا المكونات الأساسية في الحشو. أول شي مشيت لي المحل، شريت الويفر هذا متاع البسكوتي، حتلقوه في المحلات متاع مستلزمات الحلويات. كانوا عايشين برا حتحصلوه أكتر شي في المحلات بولندية. عبارة عن ويفر ما فيش شوكولاتة أو نكهة أو شي، يكون بسكوتي ويفر بس. وكان ما حصلتوش النوع هذا متاع الويفر تقدروا تستعملوا بدلة البسكوتي متاع جيلاتي الطربوش، أو تستعملوا الوافر العادي اللي بيبيعوا فيه في المحلات اللي يكون بنكهة الشوكولاتة أو يكون فيه حشوة يعني. طبعا الحشوة هذه ما فيهاش مقادير معينة. أنا حطيت بعيني، حطيت أول شي اللوز الأحمر، حطيته في كيسة وكسرته تكسير يعني يعطاني أحجام مختلفة. بعدين ضفت عليه شوكولاتة كحلة، طبعا اختيارية، كانت تحبوا تضيفوا شوكولاتة بنكهة الحليب أو شوكولاتة بحبوب اللوز، فعادي درتها مكعبات صغيرة وضفت عليه الصينية. بعدين ضفت عليهم بسكوت الوافر. طبعا هنا استعملت النوعين، حتى هو كسرته بالموس مكعبات صغيرة وضفت عليه الصينية باش تكون يعني المكونات كلها تكون بنفس الحجم. طبعا البسكوتي هو اللي حيعطيك القرميشة في الحشوة. كان حافظتي عليه. كيف بتحافظي عليه؟ ان لما بتجي تضيفي الشوكولاتة او الكريمة اللي بتخلي الحشوة كلها شادة في بعضها، ما تكونش فيها كمية كبيرة من السائل. يعني مثلا كان درتي جناش وخلطيه مع الحشوة، او كريمة بالشوكولاتة وخلطتها مع الحشوة، البسكوتي او الوافر حيمص الحليب اللي موجود في الكريمة وحيندي، يعني مش حيتقرمش لما بتقدم الكيك. فيستحسن يا اما تضيفي نيوتيلا يا اما تضيفي شوكولاتة بنكهة الحليب من غير اضافات كريمة او حليب. هذا اللي بيخلي طبقة الكرانشي فعلا كرانشي، يعني تتقرمش. فانا اللي خلطت بيه المكونات كلها كانت شوكولاتة جاهزة بحبات اللوز، فاخدتها ورحيتها كلها في الرحاية في البلندر وضفتها لي مكونات كلها وخلطتها مع بعض وحطيتها على جنب. وهيك ولت حشوة الفيريرو أو حشوة الكرانشي جاهزة. تقدروا تضيفوها في الكيكات. أنا مرة درتها في كيكة الموس كطبقة لكيكة موس، أو تزينوا بها مثلا التارت من فوق بعد ما تحشوه. يعني تقدروا تستعينوا بخيالكم في الموضوع هذا. الحشوة الثانية أو الطبقة الثانية من الكيكة كانت كريمة الشوكولاتة. الكريمة هذه قريبة هلبة من جناش الشوكولاتة أو موس الشوكولاتة، يعني جاية بين اتنين، لكن نكهتها أقوى هلبة من الجناش. يعني النكهة فيها تحسها شوكولاتة هيك تضبح من بعيد، بارزة هلبة. خاصة كان استعملتوا الشوكولاتة اللي تحبوها أو استعملتوا فيها نوعية شوكولاتة جودتها كويس، فحتعطيكم نتيجة خيال.
فالمهم مقاديرها عبارة عن حليب وكريم. أول شي في طنجرة حطيت فيها نص كوب حليب ونص كوب كريمة، حطيتهم على النار يسخنوا لبين ما جهزت باقي المكونات. في صينية حطيت صفار بيضتين متوسطات، حطيت عليهم كشيك من السكر. طبعا كمية هني السكر تعرفوني انين ننقص فيه، كانت تبغوا تضيفوا اكتر ضيفوا. حركت الصفار والسكر مع بعض لين السكر حسيته داب في الصفار. اخدت خليط الكريمة والحليب، قعدت نصب فيه عليه صفار البيض بشوية بشوية باش درجات الحرارة المختلفة في المكونين تندمج بشوية بشوية، لأن لو صبيتي خليط الكريمة السخون على صفار البيض حتحسي ان صفار البيض بدا يطيب. يستحسن تصبي بشوية وتحركي، بعدين تردي الخليط في الطنجرة وتحطيه على النار، تحركي على نار هادية ما توقفيش تحريك لين يولي قوامه تقيل شوية وزي قوام الكاسترد. طبعا في الوصفات اللي يكون فيها شوكولاتة ما نضيفش فيه الفانيليا لانها مش حتبان، فحيكون تركيز النكهة كلها شوكولاتة. فكانت تبوا تضيفوا نكهة فانيليا او نكهة تانية على راحتكم. بعد ما خلاص تحسي انه هو بدا يطلع فقاعات او بدا يغلي، تنحيه من على النار وتضيفي له الشوكولاتة. حركي الشوكولاتة كويس كويس مع الكاسترد لين تدوب ويبدأ عندك كريمة الشوكولاتة جاهزة. طبعا هنا كل ما استعملت الشوكولاتة مليحة كل ما تحصلي نكهة مليحة، على حسب نوع الشوكولاتة اللي بتستعملها حيكون قوام الكريمة متاعك. فهي الوصفة الأصلية تستعملي الشوكولاتة الداكنة متاع 70%. لو استعملتي شوكولاتة متاع حليب حتعطيك قوام خفيف وناعم. أنا استعملت شوكولاتة داكنة نسبة الكاكاو فيها عالية، أنا استعملت 85، عطتني قوام هيك جامد شوي. فعلى حسب الذوق استعملوا الشوكولاتة اللي تريحكم أو اللي تحبوا. نقلتها في صينية وحطيت عليها النايلو متاع التغليف. حاولي تحطي النايلو على سطح الشوكولاتة باش ما يديلكش طبقة القشرة اللي على الشوكولاتة، ولما تطلع على الكاسترد كان اضربها الهواء فمش حلوة. بعدين لما بتجي تزيني يبدأ فيها زي الخيوط او فتريش هيك مش حلوات. بعدين نحطها في الثلاجة. طبعا يستحسن نديروها في الليل وتاني يوم تستعملوها. هذه شكلها لما تطلعها من الثلاجة وتستعمليها نكهتها حلوة هلبة هلبة، نكهتها أقوى بهلبة من القناش العادي. فالمهم بتقدر تستعملها كحشوة للكيكة. أنا استعملتها في مرة تارت شوكولاتة، وتقدري تاكلها حتى بالكشيك هيك بروحة عادي أو تقدري تديريها عليه مثلا بريوش. في مرة استعملتها كموس شوكولاتة، في مرة درتها وفزدت مني، فحاولت ندير حل بالشوكولاتة اللي فزدت مني، فخلطت لها كريمة وضربتها معاها فأعطت قوام كأنه موس متاع الشوكولاتة. قوامها كان حلو والنكهة متاع الشوكولاتة كانت حلوة. فالمشكلة القوام اللي كانت عندي انه هو زي المتفترش اختفت مع تضريب الكريم. فكان مثلا استعملتها لا قدر الله فزدت منكم، تقدروا تضيفوا لها كريمة تخفق وتكون عندكم موس شوكولاتة تقدروا تستعملوا حتى في حشوة للكيكات. شوفوا حتى المشكلة اللي فيها طلعنا منها حاجة حلوة. فأها وعطيتكم طريقة ومشكلة ومعها الحل، فاختاروا انتوا بعدين كانت تحبوا تديروا الطريقة الأصلية أو تديروا المشكلة. في مرة عودتها تاني وجربتها باللوز الأحمر. رحت اللوز الأحمر بروحه وضفتها لي كريمة الشوكولاتة. طبعا اللوز الأحمر اللي استعملته محمس ورحتها بالرحاية اليدوية بس ما فيش أي إضافات. لما ضفت لها اللوز الأحمر كانت نكهتها حلوة أكتر، بنتها بجديات حلوة. او حتى مثلا نديروا الكميه وتقسموها على 2، واحده تخلوها بالشوكولاته وواحده تضيفوا لها لوز احمر مرحي. طبعا الكيكه اللي استعملتها ما طيبتهاش خصيصا للحلو هذا. كانوا عندي كيك عيد ميلاد فاضله منها شويه، فترشتها وعجنتها بكريمه وضغطتها في طاجين مربع. بعدين دخلتها الفريز جمدتها وقصيتها مربعات. اللي نبي نقوله انه مش ضروري تطيبي كيكه خصيصا على خاطر حلو، حتى
كان مثلا طيبتي كيكة ما جاتكش حلوة او زي ما تبي، تقدري تستغليها وتديريها بشكل حلو وصغيرون. ديما نحب الديزرت يكون بحجم صغير. حاولت نضيف لها حاجة هيك باش تولي سبيشل، يعني تولي حاجة مميزة للحلو اللي بنديره. حلوة بنتها بجديات، تقدروا حتى تاكلوها بروحها هيك بالكشيك. بكري عطيتها لولدي ضاقها، قاعد نحس في روحي نبي الصينية كلها. تغطسها في الشوكولاتة يبدأ عندك شكل زي هذا حلو وراقي وبسيط. ولا بصراحة بنتها تتمنوا ما تاكل الكيكة هذه. لما تحطها مع الشاي تلقي روحك تاكل فيها طرف ورا طرف، ما تشديش روحك، خاصة لما تكون مسقعة. تعرفوا قوامها قريب هلبة من الحشوات يديروا فيها في الشوكولاتة، زي شوكولاتة النجوم او شوكولاتة بنكهة اللوز او البسكوتيات هذوك اللي يكونوا فيهم حشوات كريمات باللوز الاحمر. حسيتها قريبة هلبة ليها، وكانت بنتها حلوة على الاخر، احلى من لما هي تكون شوكولاتة بس. فاعطتني ديزرت راقي هلبة، وزي الترايفل او الكيكات الميني اللي يبيعوا فيها في المحلات متاع الحلويات. ماما ماما دوغا دوغا استني دوغا. هذه بالنسبة لكريمة الشوكولاتة. آخر طبقة كانت كريمة الباتسير بنكهة اللوز الأحمر. طبعا كريم الباتسير اللي ما جربهاش لتوا ضروري يجربها. زي ما يقولوا كريم الباتسير تعتبر الأم للكريمات كلها. فبجديات كريم الباتسير من أحسن الوصفات اللي ممكن تديرها. أول شي أنا جهزت كريم الباتسير وهي قاعدة سخونة، ما ضفتلهاش زبدة. خديت طاسة حطيت فيها حوالي نص كوب من اللوز الأحمر المتحمس، وخديت كشيك من الكريم باتسير وضربتهم مع بعض. ضفت لها شوية من كريم الباتسير باش تساعدني ان اللوز يرتاح اسرع. بعد ما ارتاح ولا قوامه زي البيست، يعني زي المعجون، ضفت عليه الكريم باتسير قبل ما تبرد. خلطتها كلها مع بعضها وبعدين حطيتها في صينية واسعة باش بسرعة ما تبرد ونستعملها. تقدروا تديروا الطريقة هذه او تستعملوا الفكرة متاع البرلين. هو عبارة عن سكر دوبيه على النار يولي كراميل، وتضيفي له اللوز الأحمر، أو تقدري تخلطي لوز أحمر لوز أبيض وترحيهم مع بعض، يعطيك قوام هيك سايل للكراميل، فيقولوا بارلين. فمشكلة ان اللوزيات او المكسرات ديما تاخد وقت لما بترحيها وبتطلعي منها الزبدة متاعها. فأنا استعملت الفكرة هي كطريقة أسهل وأسرع للرحي اللوز الأحمر. طبعا طريقة الكريم الباتسير حتلقوها في القناة، وإن شاء الله حنحطها في صندوق الوصف. وبعدين غلفتها بالنايل وحطيتها في الثلاجة. طبعا تبي وقت، هي لازم تكون في الثلاجة باش تشد أكتر ويكون قوامها كويس وجاهز للاستعمال. فديما الحاجات هي تبي الثلاجة باش تحسي إن نكهتها تطلع أكتر وخدمتها تكون أسهل. فهذه بعد ما طلعتها من الثلاجة حطيتها في صينية، بعدين ضفت عليها حوالي طاسة من الكريمة المخفوقة أو الكريم الشانتيه العادية، وضربتهم مع بعض لين أعطتني القوام الكريمي هذا. الحشوة هي تقدروا تستعملوها كديزرت بروحها، يعني كحلو بروحها، تحطها في قمع تزيين وتحطها في صينية صغيرونة بتاع الحلويات الصغيرة هي بتاع الديزرت. فتقدري تاكلها حتى كحلو بروح من غير ما تكون حشوة للكيك او هيك، تقدري تاكلها حتى بروح. فحتى هي كانت حلوة بنتها. كريم الباتشير انا بصراحة معاش نستغنى لها، تحسي ان تاكلي في حاجة كم معبية نكهات. فهذه هي كريم الباتشير بنكهة اللوز الأحمر. تقدروا تستعملوها انتم في الكيكات. الحشوة هذه تديروها للإكلير مثلا أو التارت، أو ككريمة متاع الكب كيك مثلا، لكيكات الموس أو الكيكات الباردة.
فاختاروا انتو على حسب الحلو اللي مدايرينه، تقدروا تضيفوا له الكريمة هذه، او تقدروا تغيروا حتى مثلا بدل اللوز الاحمر تستعملوا فستق زي ما درت في الفيديو متاع تارت الفستق. فهي كريم البسيار في الاساس حلوة، حتى لو كانت ضفتي لها لوز او مكسرات تانية مختلفة حتزيد النكهة اكتر واكتر. فهادو الحشوات الثلاثة اللي درتهم. اكتبوا لي في التعليقات اي حشوة عجبتكم او اي حشوة حسيتوا روحكم تبوا تجربوها اكتر، وان شاء الله لقدام حندير فيديوهات اكتر لحشوات الكيك بافكار جديدة ومختلفة. فهذا كل شيء للفيديو، فان شاء الله نكون فدتكم في الفيديو واعطيتكم شوية افكار. اكتبوا لي في التعليقات شن تحبوا تشوفوا الايام الجاية على قناة صحتين بالليبي. هذا كل شيء للفيديو، وصحتين. سلام.